خي محمد الجوزي، مرحبا بك في لارا سيتي. بغينا نسولوك على اسباب تنظيم هذه الوقفه. هذه الوقفه كتجي على بعض القرارات ديال المحكمه اللي كتحكم لصالح المأذونيات، اصحاب المأذونيات، اللي يتم سحب رخصه المأذونيه من المكتري وارجاعها لصاحب المأذونيه بعد انتهاء العقد، لان العقد بعد ما ينتهي المده 61 الوزاريه ديال 61 ديال الوسائل الداخليه كتقول بانه يجب تمديد العقد، بينما صاحب المأذونيه يقوم بدعوى قضائيه في المحكمه والقاضي كيحكم لصالحه بفسخ العقد بانتهاء العقد وارجاع المأذونيه لصاحبه. حنا دابا واقفين هنايا بعض اصحاب المأذونيات اللي تم وقف الحكم عليهم بارجاع المأذونيه لاصحابها، وكذلك بعض المشاكل اللي يتم سحب رخصه البيرمي من السائق المهني اثناء وقوع حادثه بدون تحديد المسؤولين. نعم اخي محمد، هذه الوقفه هذه واش كتجي في اطار يعني عده تنظموا عده؟ طبعا الى هذا الوقفه هي الاولى، وكوقعات وقفات قبل ذلك مع صياغه الاجره الصنف الاول رقم 10 اللي المحكمه حكمت لصاحب المأذونيه، وبالتكاتل ديالنا والنضال ديالنا تم استرجاع المأذونيه لصاحب المكتري، والان هو كيخلص الواجبات ديالو الشهريه بدون حلاوه، حتى ان ديك الحلاوه اللي كان طالبها صاحب المأذونيه ما خداهاش، ودابا حنا كنطالبوا عاوتاني باش ان المحكمه تحكم لصالح المكتري. واش اليوم كنعيشوا شي محاكمه اخرى في هذا الشيء ديال صياغه الاجره؟ نعم، كاينه دعوه قضائيه في المحكمه اللي حكمت المحكمه لصالح المأذونيه صاحب المأذونيه رقم 254، لان 254 تسالى العقد وصاحب المأذونيه كيطالب بالاسترجاع ديالو. مع العلم هنا هذا صاحب المأذونيه او السماسره اللي كيدخلوا في هذا الموضوع بان بمجرد سحب هذا رخصه من صاحب المكتري يتم بيعها من جديد للمهنيين او خارج المهنه اصحاب الشكاره باثمان خياليه قد تصل حتى ل 40 مليون 50 مليون لرخصه المأذونيه. اخي محمد شكرا، لارا سيتي كتشكرك على هذا. لا شكرا. شكرا.